بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ لمسات وفاء، وسعيدة دائما بلقياكم كما العادة. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وصفة اليوم إن شاء الله عبارة عن تشيز كيك اللوتس، من أجمل أنواع لي تشيز كيك. كنتمنى تنال الرضا ديالكم. أنا شخصيا كتعجبني بزاف، كتجي لذيذة بزاف وكتستحق تجربة. على بركة الله نبدأ باستعراض المقادير ثم الطريقة. اول حاجه غنبداو بها هي قاعده البسكوي. كنحتاجو فيها جوج ديال المكونات. المكون الاول هو بسكوي اللوتس، كنحتاجو 250 غرام. كل علبه هنايا كتوزن 125 غرام، اي كنحتاجو جوج ديال العلب. ممكن تستغنيو على هذا النوع ديال البسكوي اولا تخلطوا بينه وبين بسكوي اخر. ثمن العلبه 13 درهم. المكون الثاني كنحتاجو 90 غرام ديال الزبده من اصل حيواني من الاحسن. بالنسبه للزبده كندوبوها وكنصفيوها من اللبن ديالها. بالنسبه للطريقه كناخذوا الهاشوار ديالنا اولا اي طحانه عندنا، كنديروا البسكوي ديالنا في الطحانه ديالنا. قبل ما نطحنوا البسكوي ديالنا كنزولوا بعض القطع للتزيين. اول حاجه كنطحنوا البسكوي ديالنا هو الاول، عاد كنضيفوا الزبده ديالنا، كنضيفوا الزبده ديالنا. تقريبا انا هنا ضفت 8 المعالق حتى ل 9 ديال المعالق ديال الزبده. بالنسبه للمعلقه البنات هنا راه المعلقه كبيره، ممكن تعبروا بكاس ديال العنبه تقريبا نصف كاس. بالنسبه للقوام ديال البسكوي ديالنا ما طحنوش بزاف حتى يرجع لين، خليوه شويه باين كيجي حسن في التشيز كيك ديالنا. كنزيدو نضيفو الباقي ديال الزبده. باش كنعرفوا ان البسكوي ديالنا راه وجد كنحاولوا نهزو واحد شويه وكنضغطوا عليه بالكف ديال الايادي ديالنا. منين كتحسوا به يتجمع بهذه الطريقه كتعرفوه راه وجد. من بعد كندوزو للمرحله الثانيه. بالنسبه لهذه المرحله كناخذوا واحد الاطار اولا مول كيتحل من الجناب، نفرشوا ورق الزبده في التحت، كيساعدنا بزاف بسهوله اننا كنهزوا التشيز كيك ديالنا وكنحطوها في طبق تقديم. كنزولوا من البسكويت ديالنا واحد جوج ديال المعالق باش كنزينوا الجوانب ديال التشيز كيك ديالنا. كنخويو الخليط ديالنا فوق ورق الزبده وكنحاولوا نبسطوه بالملعقه ولا اي اداه عندنا. من بعد ما بسطنا البسكويت ديالنا في المول، ممكن في هذه المرحله اما تدخلوا المول ديالكم الثلاجه، انا هنا دخلته الثلاجه، اولا ممكن الا بغيتوا تحافظوا عليه مقرمش مده طويله تدخلوه الفران على درجه 180 درجه لمده 8 ديال الدقائق، والفران شاعل من الفوق والتحت. كندوزو نصيبوا الطبقه الثانيه. بالنسبه لهاد الطبقه كنحتاجوا فيها 3 ديال المكونات. كنحتاجوا 400 مليلتر ديال الكريمه السائله، 200 غرام ديال الجبن، انا هنا استعملت جبلي، ممكن تستعملوا الجبن المربع ولا اي جبن كتفضلوا، المهم هو يكون كريمي. كنحتاجوا زبده اللوتس، هاد العلبه كتوزن 200 غرام، غنديروا منها ان شاء الله جوج ديال المعالق كبار، والباقي غادي نزينوا به الوجه ديال التشيز كيك ديالنا. وللاشاره كاين جوج انواع ديال العلب، كاين اللي فيه القرمشه وكاين اللي ما فيهش القرمشه. بالنسبه لكم نتوما استعملوا اللي ما فيهاش القرمشه باش تكفيكم علبه واحده. هي صراحه كتجي زوينه اللي فيها البسكوي المقرمش، كنحسوا بديك القرمشه في الكريمه. ناخذوا الطراب ديالنا الكهربائي وكنطربوا الكريمه ديالنا، كنزيدوا ليها حك ديال الجبلي اولا اي جبن عندنا. بالنسبه للنوع ديال الكريمه اللي استعملت انا هنايا النوع ديال هولالا البنات. الا كنتو بغيتو تستعملوا الكريم شونتي غبره غادي تستعملوا جوج ديال العلب مع جوج كيسان ديال الحليب. من الاحسن البنات في هذه المرحله
انكم تطربوا الجبن مع زبدة اللوتس هما الاولين، عاد ضيفوهم على الكريمة. ما تبالغوش في الخلط، غير توقف لكم الكريمة ديالكم، عرفوها راه واجدة. كنضيفوا زبدة اللوتس ديالنا 2 المعالق. وممكن الا ما كانش عندكم هاد الزبدة ممكن تستعملوا كبديل الكراميل، حتى هو كيجي زوين في الوصفة. منين كينسجموا العناصر كنطفيو الطراب ديالنا. ممكن تزيدوا الجيلاتين، الا كنتو بغيتو تضيفوا الجيلاتين غتضيفوا 2 الوراق. هادوك الوراق البنات غادي ديروهم في الماء بارد، من بعد غتضيفوهم على نصف كاس ديال الحليب سخون، وغتخليو داك الحليب حتى كيبرد. من بعد غتزيدوهم على الكريمه ديالكم. كنخرجوا البسكويت ديالنا من الثلاجه وكنخويو عليه الكريمه ديالنا. كنحاولوا نقادوها بظهر الملعقه ولا اي اداه للعمل. بالنسبه للقطر ديال المول ديالي هنايا 22 سنتيم. من الاحسن البنات ديروها في المول من 20 سنتيم حتى ل 22 سنتيم باش تجيكم عاليه شويه. كنغطيو التشيز كيك ديالنا بالسلوفان وكندخلوها للثلاجه حتى كتبرد تماما ليله كامله. انا هنا حطيتها في المجمده البنات. كتحاولوا تزولوها من الاطار بسهوله، كتزول من الاطار. بالنسبه للتزيين كنحتاجو زبده اللوتس ديالنا. هذا الزبده اللي استعملت انا البنات في الكريمه ما صالحاش للتزيين لحقاش فيها القرمشه. هذا علاش غنستعملوا هاد القريعه اللي ما فيهاش القرمشه. انا كنت خديت 2، هذيك اللي فيها القرمشه استعملتها في الكريمه وهذه غنستعملها في التزيين. غتستعملوا البنات غير النصف ديالها. كناخذوا هاد القريعه وكنديروها في حمام مائي حتى كترجع لينا سائله. اول حاجه في التزيين ديالنا كناخذوا ملعقه وكنزينوا الحواف ديال التشيز كيك ديالنا. كنديروا على شكل دميعات كيجي زوين البنات. بعد كتصبوا زبده اللوتس ديالنا. من الاحسن البنات تصبوها دفعه واحده باش ما تكتلش ليكم، لحقاش التشيز كيك ديالنا بارده. ما تحاولوش تقتصدوا هنايا باش يجيكم الشكل النهائي زوين البنات. زينوا الجوانب بالبسكويت اللي بقى لينا. بعد زينتها بخطوط من زبده اللوتس. كنتمنى تنال الرضا ديالكم. اكيد الا جربتوها غادي تنال الاستحسان ديالكم. نخليكم مع الشكل النهائي. في امان الله.